مصدعه قوي، مسكن، بطني وجعاني قوي، ضرسي وجعني قوي. اغرب موظفه عرفتها البشريه، ست شغاله 24 ساعه في اليوم، ما بتنامش ولا دقيقه، ولا حتى بتاخد اجازه، ولا حد واخد باله منها، ولا حتى حاسس بيها. كل يوم الشغل يزيد عليها، هي ساكته ومتماسكه، تتعب بس في صمت، ولا حد بقى بيسالها انت كويسه، طب انت محتاجه حاجه. طلباتها كانت بسيطه خالص، لكن المدير بتاعها كان بيتجاهلها وبيديها عكس طلباتها. تطلب ميه يديها مسكنات، تطلب راحه يديها ضغط اكتر. وفضلت الموظفه دي تستحمل لحد ما في يوم قالت خلاص انا مش قادره اكمل، سلام انا بقى. ساعتها بقى الكل استغرب، ازاي موظفه شايله كل الشغل ده تمشي مره واحده كده؟ الحقيقه ان الاشارات كانت موجوده، تعب، تورم، قله تركيز، وهي مكمله ولا فارق معاها. الكليه كانت بتقول قلل مسكنات، اشرب ميه، طب اهدى شويه، لكن صاحبها كان بيديها سكر عالي، ضغط عالي، ميه قليله. وفي الاخر الموظفه اللي كانت شايله الشغل ده كله وقفت شغل، واضطرينا نجيب لها مساعده خارجيه، وطبعا دي متعبه جدا، اللي هي بقى غسيل الكلى. غسيل الكلى بقى هو ان احنا بنجيب جهاز بيعمل نفس الوظائف اللي كانت بتعملها الكليه، لكن للاسف في بعض الحالات الموضوع مش بيقف هنا، وساعتها الحل بيكون ان احنا نغير الموظفه نفسها ونجيب واحده جديده. وعشان بقى ما نوصلش للمرحله دي، اشرب ميه كويس، قلل المسكنات، ظبط السكر والضغط، وما تنساش تعمل بيبي كل شويه، وخلي بالك من الموظفه الشقيانه عشان تكمل معاك العمر كله.